وبعد ما يموتوا كان بيخلع عيون الضحية ويفتح بطنهم ويطلع أعضائهم وكان بياكلها. ضابط في الجيش لأسوأ قاتل متسلسل وآكل لحوم البشر. طب هو إيه الحكاية؟ هنرجع مع بعض لزمن الاتحاد السوفيتي سنة 1936 في مدينة أوكرانيا، وهنتكلم عن السفاح الأحمر أندريا تشيكاتيلو. بس قبل أي حاجة ما تنساش إن ورا كل حيطة في صوت، وورا كل قصة في سر. أنا رحمة السروجي وده بودكاست ورا الحيطة. اقفل النور والبس السماعات وخليني أخدك في رحلة ورا الحيطة. عاش طفولة صعبة بالذات وقت المجاعة اللي حصلت وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي اللي كان في البلد. وقتها اتربى وعاش في بيئة ريفية فقيرة، بس على الرغم من الصعوبات اللي واجهته في طفولته كان شاطر جدا في دراسته ومتفوق كمان. اتولد وهو عنده مرض في دماغه وكان بيتعرض للتنمر على جسمه وشكله. وطبعا من ضمن الحاجات اللي وصلته لكده ان في وقت ما النازيين دخلوا بلاد الاتحاد السوفيتي، ساعتها امه تم اغتصابها من جندي نازي قدام عينه، وده سبب له امراض نفسية برضه. بس خلونا نروح للسؤال اللي برضه كلنا محتاجين نفهمه، هو ليه وازاي بقى قاتل متسلسل واكل لحوم البشر؟ أندريا خلص دراسته وقرر يدخل الجيش السوفيتي في وحدات الاتصال، وده خلاه يبان بمظهر خارجي يبين للناس إنه قد إيه مواطن ملتزم ومنضبط. أما بالنسبة لحياته الأسرية فاتجوز في 1963 وكان معاه طفلين، وكان عايش حياة أسرية سعيدة جدا. حاجة غريبة جدا مش كده؟ قدر يوفق بين حياته كرب أسرة وموظف عادي، بس كان ورا كل ده قناع لشخصية مضطربة. أندريا ساب شغل الجيش، ومن هنا كانت بداية حياة التسلسل والإجرام. اتوظف كعامل مندوب لمصنع، وكان بيتنقل بين القطارات والأتوبيسات بدون لفت الأنظار، ودي الحاجة الأساسية اللي خلته طول فترة الإجرام ما يتكشفش. أندريا كان عنده قدرة رهيبة إنه يندمج في المجتمع ويخلي الناس تثق فيه بسرعة رهيبة. كان دايما بيظهر بمظهر الراجل المسن الهادي والمثقف، ومعظم ضحاياه كانوا من محطات الأتوبيس بين أطفال وبنات مراهقين. الأطفال المشردة والبنات المراهقة كان بيستدرجهم للغابة معظم الوقت، وبعد كده بيعتدي عليهم جنسيا بعد ما يموتهم. كان بيخلع عيون الضحية ويفتح بطنهم ويطلع أعضائهم وكان بياكلها. خلونا نروح مع بعض الأول ضحية. كانت بنت راجعة من المدرسة عندها تقريبا 9 سنين، استدرجها بالكلام وخدها الغابة وحاول يغتصبها ولكنه معرفش، فكان معاه سكينة في ايده وقتلها. وكل ما كان بيطعنها رغبته في الاعتداء عليها كانت بتزيد. بعد كده اكتشفوا جثة البنت وحزام أندريا كان عليه دم واتقبض عليه بالفعل، بس مراته راحت تشهد وقالت ان هو كان معاها وقت وقوع الجريمة فطلعوه من السجن. فتخيل معايا كده من 1978 ل 1990 راجل واحد بس قدر يزرع الرعب في الاتحاد السوفيتي. الجرائم بتاعته اتميزت بنمط متكرر من العنف الشديد اللي بيعكس اضطراب سادي وعميق في شخصيته. كان كل مرة بيقتل فيها بيحاول يداري الجثة ويتنقل بين روسيا وأوكرانيا وأوزبكستان، والضحايا وصلوا ل 52 ضحية من ضمنهم أطفال وستات، وكان بيعتدي عليهم جنسيا قبل ما يقتلهم ويخلص عليهم ويحاول يداري الجريمة اللي عملها. السلطات كانت بتواجه صعوبات كبيرة جدا في القبض عليه بسبب سوء التنسيق والوسائل التقنية وقتها، على عكس دلوقتي خالص. وبعد محاولات كتيرة فشلت، محاولة واحدة بس هي اللي نجحت، والعملية الأمنية الضخمة دي اتسمت باسم عملية الغابة لمحاولة الإيقاع بأندريا. وركز معايا كده دلوقتي كويس قوي عشان هقولك وقع ازاي وقبضوا عليه ازاي. أندريا عمل جريمة سنة 89، قتل بنت عندها 22 سنة في الغابة. وهو طالع من الغابة شاف مخبر سري من المخبرين اللي كانوا بيجمعوا معلومات عن السفاح، فوقتها المخبر وقفه وخد بطاقته وهويته الشخصية، بس ما كانش فيه أي سبب مقنع إنه يقبض عليه. ففي وقتها سابه بس حفظ كل بياناته. وبعدين اكتشفوا جثة البنت، فبدأوا يراقبوا أندريا ويشوفوه في محطات الأتوبيس والقطارات بيقف مع بنات وأطفال وبيكلمهم، بس وقتها ما كانش حد بيروح معاه. وبعد أسبوع اتقبض عليه في العملية اللي قلتلك عليها من شوية اللي هي عملية الغابة. وأخيرا اتقبض عليه في 1990
بعد 56 ضحية من أطفال ومراهقين، سواء بالقتل أو التعدي عليهم جنسياً. وفي التحقيق كان ثابت في ردوده مش متوتر، بس اللي كشفه هو الطبيب النفسي، واتكلم معاه بطريقة مختلفة واعترف بجرايمه وأكشف عن جثث ما كانش حد يعرف عنها حاجة. والدكتور النفسي ألكسندر كان ليه دور محوري في إنه يفهم إزاي هو عمل كده وعمل كده ليه. طبعاً أندريا خضع للمحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، حطوه في قفص حديدي لحمايته من غضب أهالي الضحايا. وفي 4 يناير كان المجرم أندريا مقدم طلب للرأفة وقتها واترفض. طبيعي جدا، ده بقولك قاتل ومعتدي على 56 ضحية أطفال وستات. وفي 14 يناير 1994 خدوه السلطات لغرفة عازلة للصوت في سجن تاني غير اللي كان فيه، وتم إعدامه بالرصاص. تقريبا دي كانت النهاية المناسبة ليه، وكمان تبريد لقلوب الضحايا. بس مواطنين مدينة روستوف كانوا في حالة من الرعب والخوف لعقد كامل لحد ما انتهت قصة القاتل المتسلسل وآكل لحوم البشر. ودي كانت نهاية حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل صرخة جديدة من ورا الحيطة. أنا رحمة السروجي وده بودكاست ورا الحيطة.